السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل معاكم رز المطاعم حضرموت، وهنعمل معاه فراخ مشوية في الفرن. الطريقة معانا فرخة متنضفة كويس جدا ومتقطعة، وهنحطها في محلول النقح اللي هو عبارة عن مية ومعلقة خل ومعلقة ليمون ومعلقة ملح كبيرة ومعلقة سكر وورق غار وحبهان، وهنسيبها منقوعة لمدة ساعة. معانا بصل مقطع ومعانا طماطم ومعانا فلفل ومعانا بقدونس، والتوابل معانا معلقة كركم ومعلقة كاري ومعلقة بابريكا معلقة فلفل أسمر ومعانا معلقة جنزبيل ومعلقة قرفة وتوابل فراخ ومعلقة سكر ومعلقة ملح. ومعانا ربع كوباية خل، ربع كوباية زيت، وليمونة كبيرة، ومعانا كوبايتين من الزبادي. احنا هننزل بخليط الخضار، وهننزل معاه بكوبايتين الزبادي، وهننزل بالليمون، وهننزل بالخل، وهننزل بالزيت وبالتوابل. التوابل هنخلط الأول وبعدين نحط التوابل. هننزل بخليط وهنحط عليه التوابل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كده احنا هنقلبهم كويس، وهننزل بالفرخة، واحنا هنولع فحماية. وميزة الفحمة هنا ان هي بتدينا ريحة الشوي. بصوا نحطها على ورق فويل او طبق صغير كده، اي حاجة يعني، ونحطها ونحط عليها مع نقطة زيت عشان تطلع الدخنة بتاعتها، وهنغطي عليها شوية. احنا كده الفراخ بعد ما اتبلت، طبعا احنا حطيناها يوم كامل في التلاجة علشان يعني المسام بتاعها يشرب التتبيلة كده وتستوي كويس، فلازم نسيبها بقدر الامكان في التلاجة. يعني ممكن نسيبها 3-4 ساعات مفيش مشكلة يعني، بس لو عندك الفراخ فتبليها قبلها بيوم احسن. طبعا احنا هندخلها الفرن على درجة حرارة عالية، وعلى الرف اللي هو بيبقى فوق الشعلة على طول، الصاجة اللي فوق الشعلة، وهنسيبها بقى لمدة حوالي ساعة، ساعة ونص كده يعني، حسب التسوية بتاعتها. وبعدين اول ما تستوي هندخلها على الرف الاولاني اللي هو بتاع الشواية، هنحطها تحت الشواية، وهندهنها بمعلقة صلصة ومعلقة لون طعام صحي ومعلقة زيت، ندهن وشها عشان تاخد لون حلو كده، تاخد لون الرز يعني بمعنى اصح اللي احنا هنعمله. كده احنا معانا رز بسمتي مغسول كويس قوي. وكده هننزل بمعلقتين زبدة كبار مع معلقة زيت، وهنزود شوية في الإيدام بتاع الزبدة عشان الرز البسمتي بيحتاج إيدام زيادة. وهننزل بورق رولي، وهننزل بعود قرفة وليمونتين كبسة والبصلاية طبعا، وهنقلب. هتدبل البصلاية تصفر معانا شوية، بعدين هننزل بالرز بعدها. طبعا احنا هنعمل رز ملون. هننزل بالرز وهنشوحه تشويحة كويس اوي، والرق على التشويحة دي في الرز بيبقى مفلفل وحلو.
نعمل لولادنا كل حاجة في البيت، مش كل ما نقول الاكل جاهز، لا تعالوا نعمل لكم اللي انتوا عايزينه في البيت، اوفر واطعم وانضف. مع شوية سلطات وكده الدنيا تبقى تمام. كده احنا هننزل بمية سخنة من الكاتل، ويكون معيار الرز بتاعه طبعا بيبقى زيادة شوية عن الرز الطبيعي بتاعنا، يعني كل كوباية رز كوبايتين مية بالنسبة للرز البسمتي يعني. واحنا هننزل بملح وفلفل اسمر، واول هنقلب كويس وبعدين هنغطيه ويغلي غلوة ونوطي. كده الرز تمام الحمد لله استوى اهو. هننزل بقى بمعلقة كركم بالراحة كده واحنا بنحطها عشان الالوان ما تعملش على بعضها. تمام. وهننزل بلون طعام صحي احمر، ما تخافوش من اللون ده مرخص من وزارة الصحة، يعني حاجة نضيفة. تمام. طبعا متأكدين احنا جايبينه منين. ده لون احمر، وهنحط لون اورنج عشان بقى نعمل حركات المطاعم بقى وتكات المطاعم، عشان ولادنا يحبوا الاكل كده ونفسهم تتفتح، يبقى تغيير شوية عن الرز العادي اللي احنا بنعمله. طبعا لما نيجي نقلبه هنقلبه بقى ايه بالراحة، هنغطي الاول عليه نكتم شوية بحيث اللون ايه يثبت، وما نيجي نقلب بالراحة زي ما انتوا شايفين كده، عشان الالوان ايه تدخل في بعضها كده بالراحة. كده احنا هنقدم اهو. شفتوا جماله؟ شفتوا الحركات بقى والتكات؟ طبعا ولادنا هيقولوا كل يوم من ده. ايه رأيكم بقى؟ ما شاء الله. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.